هل لما بتجيلك وساوس بتبقى من الشياطين والقرين والجن بس؟ لا، انت هيجيلك وساوس كتير جدا من شياطين الانس، اللي هم ناس ماشيين في الشارع بيعملوا حاجه غلط. ده يعتبر تاثير سلبي عليك، بان هم بيوزوك ان انت تعمل كده. عشان كده الجهر بالمعصيه اسوأ من ان انت تعمل معصيه لوحدها ومحدش شايفك. زي مثلا لو انا ماشي في الشارع وشفت واحد بيشرب سجاير، هبقى عايز اشرب سجاير. هل هو بيجي يقول لي اعمل ده؟ لا، هو من شياطين الانس اللي ربنا حطه عقبه في طريقي، ان هو يخليني حابب اعمل كده اكتر، ويشوف تاثير ده عليا قد ايه. ممكن صحبه السوء هو بقى اللي يقول لك لا خد يا باشا جرب السيجاره دي. ممكن لا قدر الله بيبقى حد من العيله، مثلا حد مننا بيبقى عايز يطلق لحيته، او واحده عايزه تتحجب حجاب شرعي مظبوط، اهلها ما يكونوا مش موافقين، يقولوا لها لا انت عيشي سنك. فده برضو ايه، ممكن يعتبر من وساوس شياطين الانس. احنا علينا ان احنا نقف قصاد ده ازاي بقى؟ فلتر اي كلام يجي لك من اي بني ادم، وفلتر اي مدخل يدخل لك من عينيك او ودانك، على حسب الشرع بيقول لك ايه، وعلى حسب دينك انت بيقول لك ايه. وبس كده، اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، واحنا زي الفل الحمد لله.